بص يا صديقي، ده البوابة اللي كنا مصورينها من الناحية التانية. لما دخلنا خلف البوابة ديت لقيناها خلفها كلها مغارات. ادي مغارة، ادي المغارة التانية واشارات وصفية بتاعتها هيت، وادي المغارة التالتة، وادي مغارة رابعة. طبعا لما شفنا الاشارات الوصفية ده صديقي، ما كنت بقول في بداية الوضع لما شفت المنطقة ان دي منطقة في المنطقة دي فيها مكان تعبدي او شيء. لا، بس هو طلعت منطقة دفن كلها، لان كلها اشارات لمغارات موجودة في المنطقة. طبعا ده كان مقفول عليها كده ماشي، وطبعا من السيل هدم كل ده قدامك اهوت. وطبعا تحت مردوم، لسه في كتير قوي مردوم، زي ما انت شايف الارتفاع قد ايه. فمردوم الوادي، معظم المنطقة دي مردومة. وطبعا السيل كسر وهدم المنطقة دي بالكامل. وادي واضح ان هنا في اشارات ومجسمات اهيت، وادي مجسم تمام، دي واضحة قوي. وادي بعض الاشارات اللي موجودة اللي هي كانت بتقول ان هنا في مغارات اهيت زي ما انت واضح قدامك. وادي اشارات وصفية للمغارة تمام، والمغارات تحتيها اهيت والمجسمات. كل مغارة ليها عندها مجسماتها زي ما انت شايف كده، واشاراتها الوصفية واللي في المنطقة. بس طبعا عشان الوادي نفسه تعرض لأمطار وسيول كتيرة، فتم تدميره بالكامل اهو زي ما انت واضح اهو تمام كده. وطبعا لسه مردوم تحت، الوادي تحت مردوم كتير قوي بارتفاعه اهو زي ما انت الارتفاع اهو، وده مردوم كلته. ادي مجسم تمام، وادي الاشارات اللي موجودة في المنطقة. كنت فاكره منطقة تعبدية تمام، بس اتضح ان هي منطقة دفن. دي كلها دفن المغارات، وزي ما انت شايف كده ان المغارات كلها اتهدمت وقعت. تحياتي لكم جميعا، انا احمد سفاري، ودي صفحة زي الاشارات ما بتقول. السلام عليكم.